هنعمل معاكم النهارده مكرونة بولونيز، حاجة مظبوطة. لأن مش كل واحد دخل المطبخ طلع بوصفة مظبوطة. الوصفة المظبوطة بتحتاج معانا مقادير مظبوطة وعمايل بنفس، فعلا عمايل بنفس بالعربي، يعني يبقى الواحد عنده نفس وهو بيعمل الحاجة. متعملوش في المطبخ ليكوا شغلانة، لأن لو عملتوا المطبخ ده شغلانة مش هتعرفوا تطلعوا منه حاجة كويسة. ولكن قبل ما نبدأ الوصفة، لو أول مرة تشوفوني اعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد. حلة على النار عندنا وهنحط فيها مية سخنة عشان نسلق المكرونة بتاعتنا، وبعد كده هننزل بالمعتاد بتاعنا ان هو معلقتين 3 من الزيت ومعلقة ملح صغيرة، وبعد كده هنحضر معانا كيس سباكيتي وهنسلق معانا المكرونة. يا جماعة اعتبروا المطبخ ده في بيتنا كده، اللي يحب يعمل أكلة ويحب يطلع الحلو اللي جواه يدخل المطبخ. لكن اللي هيدخل المطبخ عشان يعامل نفسه اللي هو داخل هيعمل شغلانة، صدقوني صدقوني الأكلة اللي بتطلع من غير نفس مبتطلعش كويسة. الواحد لما بيخش المطبخ وبيطلع أكلة كويسة بحس إن هو داخل يفنن، داخل يرسم، مش داخل يعمل أكل، لأن الأكل ده فعلا فن. طبعا هنسلق المكرونة بتاعتنا، وأهم حاجة الصوص بتاعنا واللحمة بتاعتنا وشوية البهارات اللي هيطلعوا معانا الحاجة المظبوطة. يعني زي ما تقولوا كده هنطلع معانا صوص أحمر ولحمة مفرومة، حاجة كده محتاجة معانا، هتحتاج معانا مترجم عشان نترجم الطعم الحلو اللي في بقنا. هننزل ب3 معالق من الزيت وعليهم بصلة كبيرة مبشورة، هنديهم التشويحة اللي هي تقريبا نص تشويحة. وبعد كده هنحتاج معانا معلقة من النعناع، النعناع ده مش ناعم طبعا، مورق لسه زي ما هو، وعليهم نص معلقة من الكزبرة، وهنقلب تقليبة كده عشان نطلع الريحة بتاعت الكزبرة والنعناع. وبعد التقليبة الحلوة اللي انتوا شفتوها ديت، التقليبة دي تقريبا دقيقة، هنحتاج معانا 200 جرام من اللحمة المفرومة. طبعا الكمية اللي انتوا شايفينها دي كمية قليلة قوي، ولكن احنا بنقتصد في الوصفات بتاعتنا عشان في الآخر متقولوش علينا إن احنا بنغلي الحاجة أو بنكتر عليكم. بعد 200 جرام من اللحمة هنحتاج نص معلقة من كزبرة صغيرة، معلقة فلفل أبيض صغيرة، ربع معلقة قرفة صغيرة، ربع معلقة شطة، وده البهارات بتاعتنا. هنقلب ده كله في بعضه. ال 200 جرام ما تستقلهمش، ال 200 جرام دول احنا أكلنا منهم عدد الأسرة بتاعتي أنا بيهم تقريبا كلنا 4، وأنا رجعت أكلت منها تاني. من حلاوتها فعلا أنا أكلت منها حرفيا مرتين في اليوم دي أقسم بالله. هنحتاج معانا 5 طماطم، 5 حبات من الطماطم هنعملهم عصير نضربهم في الخلاط. وبعد كده لما نسوي اللحمة بتاعتنا هننزل بيهم على اللحمة، وهنحتاج معاهم معلقة من الصلصة بتاعتنا. هنقلب ده كله مع بعض شوية كويس. طبعا شايفين الكمية 200 جرام بقى قد ايه، ما شاء الله. طبعا هنبص على المكرونة بتاعتنا، طبعا المكرونة كده استوت 100%. هنطلع المكرونة بتاعتنا في مصفى، لو عندنا مصفى ستانلس أو ألمونيا، يا ريت بلاش البلاستيك طبعا، دايما يمكن كتير بقول لكم الكلام ده. وبعد كده نفتح عليها المية بحيث النشا بتاعها ما يخليش فيها تتماسك من تاني، نديهم تقليبة تحت المية كده، وبعد كده نركن المكرونة على جنب. طبعا لما اتسبكت معايا البولونيز بتاعي، لما اتسبك معايا نزلت عليه كوبايتين من المية، كوبايتين صغيرين، وبعد كده نزلت عليهم بمعلقة صغيرة من السكر. معلقة صغيرة من السكر ده مش اختياري، ده إجباري لو عايزين تطلعوا وصفة مظبوطة. طبعا سبتهم يتسبكوا كويس، طبعا كان شكلهم النهائي زي ما حضراتكم شفتوا. هنا هنرص المكرونة بتاعتنا بسباكيتي. في ناس تاخد المكرونة السباكيتي دي ناقصة سوا شوية وتنزلها على الصوص الأحمر باللحمة المفرومة وتديهم تقليبتين وتطلعهم. أنا ما بفضلش الوصفة دي، كل واحد يعني زي ما بيقولوا كل شيخ له طريقة. الوصفة دي عشان أنا أختار وصفة زي ده، الوصفة هنزل المكرونة على اللحمة المفرومة والصوص الأحمر، مفيش دقيقتين 3 هتلاقي ده كله نشف في بعضه، وهتلاقي طعمها مش قد كده. لكن أنا دلوقتي أنا أحط قدامي طبق المكرونة بتاعي وآخد صوص الأحمر على قد ما أنا عايز، في اللي بيحتاجه زيادة، في اللي بيحتاجه قليل. أنا بالنسبة لي أنا بحتاجه زيادة، في حد تاني ممكن يحتاج صوص قليل، فكل واحد يعمل زي ما هو عايز. لكن أنا عشان أحط كل الوصفة دي كلها فوق بعضها
بعد دقيقتين 3 بالضبط هتلاقي ده كله نشف في بعضه. لكن كده أفضل شيء، كده أنا ممكن أزود معلقتين بمعلقتين صوص زي ما أنا عايز وبألف هنا.